والتوجيه والبيان والتربية على كريم السجايا وحميد الخصال. واليوم احتضنت هذه المعلمة حدثا مميزا تمثل في تنصيب أمير المؤمنين للمجلس الأعلى، ولا سيما في جانب حماية الملة والدين المنوطة بإمارة المؤمنين. وبالفعل فإن المغرب القوي بتاريخه العريق القائم على الوسطية والاعتدال والتسامح يحظى بتقدير متزايد من لدن الدول الإفريقية الشريكة التي ترغب في الاستفادة من تجربة المملكة لتكريس استقرارها السياسي والروحي وقطع الطريق على تنامي الأفكار الضلالية. وتعد الجهود التي يبذلها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لإشاعة الصورة الأصيلة للإسلام مظهر إعجاب وتقدير العديد من هذه الدول التي ترى في المملكة ليس مجرد مصدر للإلهام، وإنما مرجعا متينا في مجال الإصلاحات السياسية والدينية.